زي ما انتوا شايفين كده، قاعد ومتعصب وكاتم نفسه تحت اللي بتاع عشان ما يظهرش ان هو بيعيط وغضبان. احكموا انتوا لما يكون معمول لي الاكل ويغضب على الاكل وانا مش عايزه اكل الاكل ده، اطلبي لي من اكل من بره. قلت له مش معايا، لا مصمم ان انا اطلب له اكل. قلت له يا حبيبي مش معايا فلوس، اتصرفي. قلت له ما ينفعش اتصرف، لما يبقى معايا هجيب لك. انزل كل. قال لي لا مش واكله. قلت له تمام خلاص بلاش تاكله. وبعد ما شلت الاكل والاكل خلص جاي يقول لي انا عايز اكل. طيب انا اعمل لك ايه؟ قال لي اتصرفي واعملي لي الاكل. قلت له تمام، في بيض وفي فول. قال لي مش عايز. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه ان هو يغضب على الاكل؟ قلت له ده عقاب، انك انت لما الاكل يتحط تنزل تاكل وتحمد ربنا على النعمة اللي موجودة في البيت، في غيرك مش لاقيها. هل انا تصرف كده غلط؟ هل انا قاسية؟ هل انا قلبي جامد؟ لما بعلمه الصح والغلط رافض يقتنع بالكلام ده وعمال يعيط. اكتبولي في الكومنتات هل انا صح ولا غلط، بدل ما احنا بنربي العيال هي اللي بقت بتربينا. ربنا يهديه.